الجديدة تصل القاهرة استعدادا للكشف الطبي وتوقيع العقود. يسعى النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف فريق جديد من أجل الاستمرار في منافسات على البطولات من الموسم الجديد. وحصد المارد الأحمر هذا الموسم دوري أبطال أفريقيا وبطولتي السوبر المصري وكذلك الدوري المصري وكأس مصر. وكان الأهلي قد نجح في ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي كأولى صفقات المارد الأحمر في الصيف الحالي. وعلم أن تسليم لاعب الجيش الملكي وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه إلى الأهلي بشكل رسمي. وكانت الفترة الماضية شهدت دخول الأهلي في صفقات ومفاوضات جادة مع لاعب الجيش الملكي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولعب الجسليم 39 مباراة في مختلف المسابقات بقميص الجيش الملكي في الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 13 هدف وصناعة 14، وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري المغربي. ويجيد الجسليم اللعب في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيسر. من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد بإذن الله تعالى. عاجل. تفاصيل وفاة عبد الله نجل الفنان الكبير حسن يوسف غريقا بالساحل الشمالي. لفظ عبد الله نجل الفنان المصري الكبير حسن يوسف أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي بإحدى القرى السياحية أمس السبت بعد صراع كبير مع إسفكسيا الغرق. تفاصيل غرق نجل الفنان حسن يوسف. البداية عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق أحد الأشخاص في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم استخراج الجثة وتبين أنها لعبد الله صاحب 35 عاما، كما تبين بأنه نجل الفنان المصري الكبير حسن يوسف. الإنقاذ النهري يستخرج جثمان نجل الفنان حسن يوسف. تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمان نجل الفنان حسن يوسف، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين تحت تصرف النيابة العامة لحين عرضها على الطب الشرعي والتصريح بالدفن، وتم تحرير نال محضر للازمة.